احنا لو اتقطع الدعم كله عن مصر احنا قادرين نسد، مش محتاجين دعم لحد. وعلى ما اعتقد يعني على مر التاريخ لو نرجع بالذاكره، لما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لما قال ان احنا مش محتاجين دعم، كله على الجزمه، ده لاي دوله. وعندنا ثقه عمياء زي ما بنقولها تاني وبكررها تاني في الاداره المصريه، في اداره شؤون البلاد واداره شؤون المصريين، وان هم قلبهم والهدف الاول والاخير المواطن المصري، وان هو ما يستنزفش الجيش المصري، ده الهدف الاول ورقم واحد بيحافظ عليه لا شك فيه. ده شيء كلنا لامسينه يعني في ظل الحروب والتطورات الأخيرة في المنطقة، إذا كان في السودان ولا في ليبيا ولا كان في كذا دولة. لو ما كانتش عندنا الإدارة الحكيمة احنا كان زماننا أول حرب في غزة. احنا هنروح بعيد ليه؟ الحرب في غزة الأخيرة والضغط الإسرائيلي والأمريكي على إن هم يدخلوا أهالي غزة مصر والكلام ده كله، والضغط في كذا حاجة والاستفزاز بالكلام وكلام كتير كان بيتقال، كان كفيل إن هو يجرنا الحرب. اختصاره كان كفيل إن هو يجرنا في حرب. وكون إن احنا عدينا على كل الأزمات دي، وكون إن مصر اتعرضت لكل الهجوم ده على مستوى العالم كله، وإن كان في استفزاز رهيب من كل دول العالم، إن احنا كان من المفروض إن احنا ننجر الحرب، يعني ننجر الحرب، وإن احنا لحد النهارده موجودين أأمن دولة في إفريقيا والشرق الأوسط كله. فده دليل قاطع على إن إحنا محافظين على ثباتنا ووجودنا وعلى جيشنا وعلى عزيمتنا وعلى قواتنا وعلى إرادتنا.